السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكنافة بالقشطة. حلويات رمضان المشهورة طبعا، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل الكنافة بتاعتنا النهاردة بالقشطة، هنعملها زي كنافة المحلات، زي اللي بناكلها بره بالظبط إن شاء الله، وأحسن كمان إن شاء الله بإذن الله. عندي هنا المقادير بتاعتي: نص كيلو من الكنافة. دي كنافة كانت متفرزنة، انا خرجتها من الفريزر وكسرتها وهي لسه متجمدة كده عشان تبقى سهلة في التقطيع. دلوقتي بقى اول حاجة هنعملها في تجهيز الكنافة بتاعتنا، هنعمل القشطة. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا كوبايتين كبار من الحليب او مجين من الحليب، هاخد عليهم 3 معالق اكل مليانين من النشا. لو عندك بودرة كريم شانتيه خام هتحطي معلقة كبيرة او معلقتين مع الحليب وهتدوبهم معاهم، بتدي طعم غني جدا للقشطة بتاعتنا. تمام. ما عندكيش بودرة كريم شانتيه خام ممكن تستبدليها بالقشطة البلدي او القشطة المعلبة عشان تديلها دسامة وطعم حلو للقشطة بتاعتك، والحليب يكون كامل الدسم. تمام. ولو يفضل لو عندك الحليب القشطة بتاعته اعمليها. تمام. عندي هنا 3 معالق كبار مليانين من نشا الذرة، هاخد عليهم شوية من الحليب عشان ندوب النشا بتاعتنا. بسم الله. هدوب النشا. انا هنا كده دوبت النشا بتاعتي مع الحليب زي ما انتم شايفين كده. هنزل بيها على باقي الحليب عشان ندوبهم مع بعض كويس جدا على البارد قبل ما نرفعهم على النار. دي كده بس القشطه بتاعتنا. تمام. مش هنحط لها لا سكر ولا فانيليا ولا اي حاجه، لان القشطه الطبيعيه ما بيكونش فيها لا سكر ولا فانيليا. هرفعهم بقى على نار هاديه كده لحد ما تقعد معانا. كده شكل القشطه بتاعتنا بعد ما رفعتها من على النار زي ما انتم شايفين كده. انا بقى هسيبها تبرد بدرجه حراره المطبخ. دلوقتي بقى عندي هنا كوبايه سمنه سايحه، دي سمنه بلدي، تقدر تستخدمي اي نوع سمنه متوفر عندك، سمنه بلدي سمنه نباتي اي نوع تفضلي. هاخد هنا حوالي 3/4 كوبايه السمنه، هبقي منها بس انا كده اخدت نصها تقريبا او اكتر بشويه، هبقي الحبه دول للاخر. تمام. دلوقتي بقى هنبس الكنافه بتاعتنا، هنغلفها بالسمنه كويس جدا بايدك بقى كده، وهتبسيها كويس عشان تتغلف كلها بالسمنه. تمام. وهناخد معانا هنا شويه من السكر، دول حوالي معلقتين سكر بودره، او لو سكر ناعم هتستخدمي معلقتين اكل. لو السكر عندك مش ناعم هتضطري ان انت تطحنيه بودره عشان يبقى ناعم معاكي. تمام. عندي هنا شويه من الفانيليا، وهقلب كله بقى كده مع بعضه. دلوقتي بقى عند الصينيه اللي احنا هنسوي فيها الكنافه بتاعتنا، انا دهنتها بطبقه من السمنه كده، طبقه تكون يعني سميكه شويه من السمنه عشان الكنافه تتحمر معايا كويس. هي الكنافه عشان تطلع معاكي مظبوطه زي بتاعه المحلات لازم تحط لها سمنه كتير. تمام. عشان تطلع معاكي مظبوطه ان شاء الله. عندي هنا بقى الكنافه بتاعتي، هاخد حوالي نصها هوزعها في ارضيه الصينيه عندي كده. بقى بعد ما فردت طبقه الكنافه بتاعتي في الارضيه كويس جدا زي ما انتم شايفين، هنزل بطبقه القشطه بتاعتي وهنحاول نفردها كويس في الصينيه بتاعتنا، بس ناخد بالنا ما نجيش على الاطراف عشان في السوا ما تطلعش بره. تمام. هوزعها بقى كويس كده. عموما احنا اصلا عاملين جدار للكنافه بتاعتنا، فان شاء الله مش هتطلع بره. افرد طبقه الكنافه القشطه كده. دلوقتي بقى بعد ما حطيت الطبقه اللي هي في الارضيه دي، وزعتها كويس في الصينيه. هضغطها كويس بايدك كده، او تجيبي مثلا طبق او اي حاجه تضغطي بيها كويس. المهم انك تضغطي الطبقه دي كويس جدا، ولو لقيتي فيها اي كلكعه بسبب ان السمنه اتجمدت يعني وكده، عادي فكيها بايديك. تمام. نضغطها كويس زي ما انتم شايفين كده. عايزين بس نعمل حرف شويه عشان لما نيجي نحط القشطه
القشطه ما تطلعش بره مع السوا. انا بعمل حرفه زي ما انتوا شايفين كده اهو، وبعد كده هبقى اظبط الحتت دي عشان القشطه بتاعتنا ما تطلعش بره يبقى شكلها مش حلو. هاجي بقى على الحتت دي هنزود عادي شويه كنافه كده ونظبطها. دلوقتي بقى هننزل بالطبقه التانية بتاعه الكنافه، هنرشها على الوش كده، نحاول نغطي الوش كله او القشطه كلها. اهم حاجه تغطي الوش كله عشان ميبقاش فيه اي قشطه باينه خالص. دلوقتي بقى بعد ما سويت طبقه الكنافه زي ما انتم شايفين كده، سويتها كويس جدا. عندي هنا باقي كوبايه السمنه، هرشها على الوش كده، احاول اوزعها على الكنافه كلها. كده تقريبا انا وزعتها على الكنافه كلها زي ما انتم شايفين. هدخلها بقى الفرن، عندي درجه حراره 180. هنحمرها من تحت الاول. اول ما تلاقي الحروف دي استوت كده او اتحمرت اخدت لون ذهبي زي البسبوسه كده، هتطفي الفرن من تحت وهتشغلي الشوايه عشان الوش ياخد. ودي كده الكنافه بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن زي ما انتم شايفين كده. درجه التسويه او درجه التحمير دي ترجع ليكم طبعا، عايزين تحمروها اكتر من كده براحتكم. انا عندي هنا بقى العسل بتاعي يكون تقيل بارد. كوبايتين من السكر، كوبايه من الميه، عصره نص ليمونه بعد الغليان. ولما تيجي ترفعوهم من على النار تقلبوا فيهم شويه من الفانيليا عشان الريحه طبعا، وتسيبيها لما تبرد تمام. دلوقتي بقى هنسقي الكنافه بتاعتنا بسم الله. دلوقتي بقى انا قلبت الكنافه بتاعتي، شايفين ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اتقلبت بسهوله جدا، وما شاء الله لا اتكسرت ولا اي حاجه عشان كنافتنا ما شاء الله مظبوطه واخده السمنه الكفايه بتاعتها. عندي هنا بقى شويه كمان من العسل، هسقي الظهر بتاعها كده بسم الله. ولونها حلو جدا كمان ما شاء الله. حطوا بقى العسل براحتكم، عايزين تكتروا وتقللوا ده في ايديكم انتوا. احنا تقريبا مش حاطين سكر في الكنافة، فالعسل بتاع الكنافة اعتمدنا في تسكير الكنافة على العسل بس. احنا حاطين معلقة واحدة او معلقتين من السكر في الكنافة واحنا بنبسها مع السمنة. دلوقتي بقى عندي شويه من الفستق الكداب اللي هنزين بيه الكنافه بتاعتنا، وان شاء الله اللي عايز يشوف الفيديو بتاع الفستق الكداب هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف عشان تشوفوه. ده الفستق ده نص كيلو كلفني بالظبط 20 جنيه. ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. اللي ما شافش الفيديو يا ريت تشوفوه عشان هينفعكم جدا في حلويات رمضان وغير رمضان كمان. ان شاء الله هيعجبكم وطريقته سهلة جدا وبسيطة. هنزين بقى الكنافة بتاعتنا كده، طبعا هتدي منظر حلو جدا للكنافة بحاجة بسيطة جدا. عملنا فستق تقريبا الفستق السنة دي ب340 او ب350 جنيه. احنا عملنا نص كيلو بتكلفة 20 جنيه، يعني الكيلو هيكلفك حوالي 40 جنيه. اظن كده كويس. وده كده شكل الكنافة بتاعتنا بعد ما زينتها زي ما انتوا شايفين. زينتها بالفستق بتاعنا وكم واحدة كرز كده زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هنقطع حتة منها عشان نشوف شكلها ان شاء الله بسم الله. هي لسه سخنة على فكرة، المفروض نستنى عليها الكنافة، نستنى عليها لحد ما تبرد تماما عشان تطلع قطع متماسكة معانا. هي دلوقتي مش هتبقى متماسكة قوي زي ما تبرد طبعا، فالمفروض تستنوا عليها لما تبرد خالص، بعد كده تقطعوها وتقدموها ان شاء الله. بس انا هوريها لكم وهي سخنه كمان شكلها عامل ازاي بسم الله.
ده كده شكل القطعة بتاعتنا. شايفين ما شاء الله قد ايه متماسكة مع انها لسه سخنة، لسه سخنة جدا ومتماسكة. شايفين ما شاء الله، والقشطة باينة فيها عاملة ازاي، بيضة جدا وشكلها جميل ما شاء الله، شكلها يفتح النفس بجد. وده كده شكلها من جوه اهي. شايفين ما شاء الله بجد حاجة كده تستاهل بقكم، حاجة كده من الاخر زي الجاهزة واحسن كمان. نحط بقى القطعة بتاعتنا في الصينية اهي. بس اوريها لكم من قريب. شايفين القطعة اللي انا قطعتها عاملة ازاي، القشطة فيها متماسكة جدا اهي، بجد حاجة تحفة. ودي كده شكلها من جوه القشطة بتاعتنا اهي ما شاء الله، لسه سخنة والله، لسه سخنة يعني، لسه لما تبرد هتبقى متماسكة اكتر من كده. شايفين ما شاء الله مظبوطة جدا جدا، مفيش فيها ولا غلطة. ان شاء الله هتعجبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.